الدورة 17 للفضاء البيطري الجزائري المنعقدة في بسكرة تأتي في ظل تحولات كبرى يشهدها قطاع الفلاحة عموما في الجزائر، إذ لا بد أن يكون للبيطري دور في مسايرتها. دور البياطرة هو القضاء على الفوضى الموجودة على مستوى الصحة الحيوانية، لأن نلاحظ اليوم هناك أمراض منتشرة على تقريبا أغلبية الولايات وتسبب بوفيات مرتفعة. سوق الأدوية البيطرية تتدخل فيه أطراف عدة، لكل طرف وجهة نظر في تطويرها بمنتوج محلي كاف كما ونوعا. عدة شركات تنتج هنا، ولكن الإنتاج موش كافي بالدرجة أنه نقضيو ديركت مباشرة على الاستيراد. على هذيك رانا نكملوا في بعضنا، وبعد إن شاء الله بعد التوجه الجديد للنظام الجزائري إلى تشجيع المنتوج المحلي، نحاولوا إن شاء الله نتوجهوا المنتوجات المحلية. بالنسبة لسوق الأدوية للجزائر، المنتجين اللي كاينين في المستوى، المنتجين الوطنيين اللي كاينين يقدروا بصفة بالإمكانيات اللي عندهم يقدروا يغطيوا حاجيات أو السوق الوطني. تطوير وترقية الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني في الجزائر يقتضي المساهمة بحلول ناجعة كل حسب موقعه ومسؤوليته، وللبيطري رأي في ذلك. الحلول تكمن من خلال تنظيم هذه المهن، ومن خلال إعطاء المهنة لأصحابها، ناس الميدان، باش يشمروا على السواحل تاعهم وباش يكون إنتاج وفير. احنا نطالبوا باش ننظموا هذه المهنة من خلال عمادة وطنية شاملة، وكذلك من خلال استقلالية هذا القطاع، وين لازم تكون هناك مديرية خاصة بالإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية. المؤكد هو أن التغيير المنشود لن يأتي بين عشية أو ضحاها، لكن بمثل هذه الملتقيات تتبلور الصورة لتشكل جملة توصيات تعتمد كورقة طريق لتحقيق الأهداف المنشودة.